نهار 29 من شهر 1 سنة 2010 حي سيدي مومن في مدينة الدار البيضاء. غادي يصبح على مجزرة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. عائلة على قدها غادي يلقاوهم مصفين في الدار ديالهم ومكتفين من يديهم ورجليهم ومجموعين كاملين في بيت واحد ومغطينهم بحصيرة. دابا السؤال هو شكون اللي من وراء هاد الفعلة وشكون هذا اللي غادي تعطيه خاطره ويدير هاد الشيء كامل. السلام عليكم الاخوان، كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله باذن الله. وكيف العاده بلا ما نحتاج نقول لكم تابوناو ولا ديروا لايك حيت ديجا غادي تكونوا درتوها، وهذا الشيء اللي كاين الاخوان. نبداو على بركه الله. القصه كامله غادي تبدا في مدينه الدار البيضاء وبالضبط في حي التيسير. هنا كاينه واحد العائله اللي على قد الحال، ما عندهمش وما خصهمش. الاب خدام على راسه والام ربة بيت وعندهم 3 ديال البنات كبار وكلهم مزوجين، وحده فيهم كانت عايشه في برا ديال المغرب. وواحد الولد اللي كان الاسم ديالو شفيق وهو الصغير في الدار، كان هو بوحدو اللي باقي عايش مع الام والاب ديالو. شفيق من الصغر كانوا والديه كيديروا ليه خاطرو، اي حاجه حل عليها فمو كيحضروها ليه، بحكم كان هو الولد الوحيد وهو الصغير في الدار، يعني كانوا مفشينو ومدصرينو بهذا المعنى. ولكن هذا الشيء كله كيديروه باش يشوفوه كيقرا وداير المستقبل ديالو، واخا هو كان العكس ديال هادشي كله اللي ظانين فيه. لحقاش اول حاجه فكر فيها هي انه يخرج من القرايه. فاش دوا مع الاب ديالو قال ليه بلي شي حاجه سميتها القرايه ما بقاش باغيها وما عندوش معاها نهائيا، غير كيضيع وقته فيها وصافي. الاب هنا حاول انه يدخلو للتكوين او لشي حرفه باش يتعلم شي حاجه، لكن شفيق كان عنده راي اخر وحلف ليه ما يدير والو، لا قرايه لا صنعه لا حتى شي حاجه، من غير انه يبقى يدور في الزناقي فقط. الاب ديالو بقى كيحاول معاه اليوم غدا، ولكن الولد راسو قاسح، بقى عاطيها غير الدوران وكثرة الوقت وقلة ما يدار ما كتبشرش بالخير، وانتم راكم عارفين هادشي لاش كيأدي. بقى شفيق هكا مده، ومن كثرة داك الفراغ اللي ولا عنده بدا كيعمر مع شي دراري اللي ماشي هما هادوك. مره هكمي معانا ومره جيت تشرب معانا. في الاول كان بادي معاهم غير كتجربه وحتى حد ما كيجيب ليه الخبار، لكن الاب والام ديالو كانوا كيلاحظوا ان الولد مرة كيجي فيه ريحة الكارو ومرات كيجي فيه ريحة الشراب. الاب مرضاش بولدو يكون في ديك الحالة وبدا كيخاصم عليه وكيحاول معاه يبعد على داك الشيء قبل ما يولي مدمن عليه. ولكن فوق هذا الشيء كله كانت الام ديال شفيق هي اللي كتحن فيه، واخا هي عارفه باللي داك الشيء ما خدامش ليه، ولكن كدير ليه خاطرو وكتحاول تهدن راجلها من جهه ولدها. مع الوقت شفيق بدا كيتغمس في داك العجب، وحنا عارفين باللي هذا العجب هذا كيبدا غير بديك التجربه الاولى. ان فوا كتجرب المره الاولى الثانيه كتغرق، وهذا الشيء اللي وقع لشفيق. بقى كيجرب اليوم غدا حتى لقى راسو غرق وسط بحر ديال البليه بجميع الانواع ديالها وما قدرش انه يتفك منها باقي. الاب ديالو وصل لدرجه انه كيبغي يضربه باش يبعد على داك العجب، ولكن الام كان قلبها حنين بزاف من جهه شفيق وما كتخليش الاب ديالو يضربه. لحقاش شفيق كان كيقول للام ديالو باللي لا قاسني الاب غادي نهز حوايجي وغادي نخويها هاد الدار بلا مره وعمرني نرجع عليها. المهم بقات الام كتسيس من هنا ومن هنا وكتحاول انها تقاد الخواطر. الوقت كيدوز وشفيق كيزيد يغرق حتى وصل لواحد الدرجه اللي بزاف ولا دائما مخاصم مع الام والاب ديالو على قبل البليه اللي كان غادي وكيغرق فيها اكثر واكثر. وهذا الشيء كيحتاج مصاريف، وباش يجرب شفيق بزاف ديال الحوايج خاصو بزاف ديال الفلوس، ومنين غيجيبهم؟ من عند الام ديالو، لحقاش كانت هي اللي باقيه مدصراه، كتخصو شي حاجه كيمشي ياخذها منها. المهم بقى هكا مده والحاله النفسيه ديالو غاديه وكترجع للور بسبب داكشي اللي كياخذ، وبالاخص كان بلي بشي حاجه سميتها الفانيد، ماشي الفانيد اللي كناكلو، الفانيد اللي على بالكم. واحد الوقت الام غادي يبان ليها ان الولد تبدل 180 درجه لدرجه انها ولات شاكه باللي ماشي ولدها، الشخصيه ديالو تبدلات، وهذا الشيء كله بسبب ديك المرحله من الادمان اللي وصل ليها. هنا الام ديالو غادي تقرر انها تديه للسبيطار ابن رشد في مدينه الدار البيضاء، لعل وعسى يلقاو ليه شي حل لديك المرحله ديال الادمان اللي وصل ليها. فالشخص والحاله ديالو في السبيطار غادي تبين ان شفيق عنده مرض انفصال الشخصيه. شنو هو هذا المرض؟ هذا المرض هذا هو مرض عقلي خطير وكيأثر في طريقه تفكير الشخص وفي المشاعر ديالو والتصرفات ديالو، وممكن يؤدي المزيج بين الهلوسه والتوهم والتفكير والسلوك الغير نظامي. وهاد الهلوسه ممكن توصل لدرجه ان الشخص كيشوف شي حوايج قدامه او لا كيسمع شي حاجه اللي ما كيشوفهاش اي واحد. هاد الشيء علاش قلت لكم ان الام ديال شفيق
شافت باللي ولدها تبدل عليها 180 درجه وما بقاتش عارفه واش ولدها نيتا ولا لا. المهم من ورا ما دوز شفيق خرجوا ليه الدوايات اللي غادي يعاونوه يتخطى ديك المرحله، ولكن هذا الشيء بشرط انه يبعد على البليه بجميع الانواع ديالها باش الدواء يدير المفعول ديالو، وكذلك منعوا عليه كثره الخروج حتى يبدا يتعالج. وفعلا داكشي اللي كان. بقى شفيق في الدار ومقابله الام ديالو وكياخذ الدواء ديالو في الوقت حتى بدات كتحسن الحاله ديالو شويه بشويه، ولكن هذا الشيء كله كان غير خطه ديالو باش يخلي الام ديالو تيق فيه باللي كياخذ الدواء ديالو وباللي بعد على البليه، وكيوهمها باللي ما بقاش عنده مع الزنقه بزاف. لحقاش في البدايات فاش عاد دوز كان كيحاول يخرج وما كتخليهش. هذا الشيء علاش اختار عاد اللعبه وخلاها تيق فيه باللي صافي ما بقاش حامل الزنقه وديك البليه. وهاد الخطه اللي دار مع الوالده ديالو غادي تخليها انها تبدا ترخف معاه وبدات كتخليه يخرج وقت ما بغى، يعني ما بقاتش مراقباه كيف الاول. شفيق بشويه بشويه بدا كيرجع لحالته الاولى، كيف كيقول المثل عادت حليمه الى عادتها القديمه. البليه والمخدرات وحتى من الدواء ديالو خلاه بالمره وما بقاش كيشربو الا في حاله كانت الام ديالو معاه باش يبين ليها انه منضبط عليه. بقى مده هكا والام ديالو ما جايباش ليه الخبار، ومن ورا هادشي شفيق غادي يولي واحد اخر وغادي تزاد عليه الحال بزاف، غيولي عنيف لواحد الدرجه اللي بزاف وما بقاش كيتفاهم مع حتى شي حد. ابسط حاجه تقولها ليه يدابز معاك، لدرجه انه ولا كيضرب الام ديالو ولا كيضرب الام ديالو وكيطلب منها فلوس البليه ديالو، وإلا قالت ليه لا كيبدا يغوت عليها بواحد الهستيريا اللي بزاف. وإلا حاولت انها تهدنو على ود المرضى ديالو كيقول ليها انا ما مريضش. يعني السيد ما كانش متقبل اصلا الفكره ديال انه مريض. وهنا فين كتكمل الخطوره ديال هذا المرض، وبزاف الى تلاقى مع البليه. من وراء هذا الشيء شفيق ولا دائما مع الام ديالو والاخت ديالو في الصداع. ابسط حاجه كيتخاصم معاهم، وماشي غير هذا الشيء لا، ولا كيجبد لهم الصداع حتى مع الجيران والناس ديال الدرب، ولا كلشي كيتشكى منه ومن التصرفات اللي ولا كيدير مع الناس، ولا باغي يضرب مع كلشي. غادي تقولوا لي فين مشى الاب ديالو، واش ما بقاش مزيرو؟ في هذا الوقت كان الاب والام ديالو طلقوا، وبقى شفيق عايش ما بين الام والاخت ديالو اللي كانت ساكنه في حي سيدي مومن واللي غادي نعرفوها من بعد. مره كيجلس مع الام ديالو وفاش كتخصو شي حاجه كيمشي يشدها عند الاخت ديالو. المهم واحد النهار شفيق مشى قصد الام ديالو وطلب منها تعطيه فلوس، وفاش رفضات مشى جاب واحد العصا وجا باغي ينزل عليها للراس. الام غير شافتو جاي يجيهدها هزات يديها كالت عليه وجاتها الضربه في اليد ديالها وتهرسات منها. كون ما كالاتش بيديها كان غادي يضربها في الراس ولا قدر الله يصفيها عليها. من وراء هذا الشيء جات الاخت ديالو اللي قلنا كانت ساكنه في سيدي مومن وخدات الام ديالها للسبيطار، وهنا غادي تشد شفيق وغادي تحكم عليه ب8 شهور ديال الحبس. وعلى طول هذه المده الام والاخت ديالو كانوا مرتاحين من الصداع ديالو وعند بالهم الى خرج غادي يهديه الله ويرجع كيف كان. ولكن من ورا ما كمل شفيق 8 شهور ديالو خرج بوجه اخر ولا عنيف اكثر من كيف كان قبل، والمرضى ديالو تزادت عليه بزاف لدرجه انه ولا كيضرب الام ديالو وكيهددها انه غادي يصفيها عليها لحقاش صيفطتو للحبس. وهنا اول حاجه دارتها الام ديالو هي خداتو للسبيطار مره اخرى وعاودوا خرجوا ليه دوايات اخرين، وبدات الام ديالو كتحاول تقرب منه وتخليه ياخذ الدواء ديالو في الوقت. لكن شفيق ما كانش مسوق لا للدواء لا للام ديالو. الهم ديالو الوحيد من الام هو الفلوس، الا خداهم غادي ياخذ الدواء ديالو ويخرج، والا ما خداهمش كيبدا يتجنن على الام ديالو وكيضربها. دابا خلونا من هذا الشيء كامل وغادي نمشيو نهار 26 من شهر 1 سنة 2010. الأم ديال شفيق جمعت حوايجها ومشات قصدت بنتها في حي سيدي مومن، لحقاش كانت حاملة في الشهر ديالها التاسع وقربات تولد، ومشات باش تعمر عليها وتعاونها في الشغل ديال الدار. واخا في الحقيقة هي هربت من شفيق لحقاش كتر عليها بزاف، وهذه ماشي أول مرة، كانت دائما كتمشي عند بنتها غير باش تفادى الصداع ديال شفيق. المهم الوقت اللي كانت الام واقفه كتسنى الطاكسي وقف عليها شفيق وطلب منها تعطيه فلوس. الام قالت ليه ما عنديش دابا حتى نرجع. سولها فين غاديه، قالت ليه بلي غاديه عند الاخت ديالك خديجه نجلس معاها حتى تولد. هنا طلب منها انه يمشي معاها، لكن الام رفضات وقالت ليه لا سير للدار حتى نرجع، راه ما عندك ما دير عند اختك. الام قالت ليه هكا لحقاش راجل بنتها ما كانش عنده مع شفيق وما كيبغيش يجي عنده
لحقاش كيدير ليه الصداع. المهم خدات الام طاكسي كبيره ومشات عند بنتها لسيدي مؤمن. دخلات جلسات في امان الله، ما دازتش 10 دقائق حتى غادي يسمعوا الدقان في الباب ديال الدار. مشات بنتها خديجه تحل وطلات من الباب باش تشوف شكون، وهنا ما غادي يبان ليها غير شفيق كيضرب في الباب وكيطلب منها تحل ليه. بقى كيقول لها حلي، لكن خديجه ما بغاتش وطلبت منه انه يمشي، لكن حلف ليها ما يمشي. بقات كتحاول معاه حتى عيات، ولكن والو. غادي تقولوا لي علاش ما تحليه؟ راه الاخت ديالو هذيك ما بغاتش تحليه لحقاش كان كيطلب منها الفلوس حتى هي، وكانت مره كتدور معاها، وإلا ما بغاتش او لا ما عندهاش كيبرزطها، وهذا الشيء كيجبد لها الصداع مع راجلها. بقى شفيق كيدق حتى عيا وجلس ليهم قدام الباب. فاش شاف بلي حتى حد ما مسوق ليه مشى طلع للسطح ديال العماره باش ينعس فيه ديك الليله، وفعلا طلع للسطح وقد البليصه ديالو. شويه غادي يطلع شي واحد من الجيران ديال الاخت ديالو للسطح وغادي يتلاقى معاه. غير شافو نزل كيجري عند الجيران، عيط عليهم وعند بالو انه شي شفار اللي كاين تماك. طلعوا الجيران سولوا شفيق شنو كدير هنا؟ قال لهم انه جا عند الاخت ديالو خديجه اللي كانت ساكنه في الطروازيام ايطاج وما لقاهاش، وقال مع راسو انه يجلس في السطح بين ما تجي. الناس ديال العماره ما تسوقوش ليه وجراو عليه للزنقه، قالوا ليه تسنى الاخت ديالك لتحت حتى تجي ودخل معاها. وفعلا شفيق نزل من العماره وخرج كيدور في حي سيدي مؤمن، وما بعدش بزاف على الدار. بقى كيدور حتى تكالمت الوقت، وفاش جاي راجع باش يدخل العماره مره اخرى غادي يتلاقى مع العساس، وهنا غادي يشد عنده 2 كوارو وعطاه 2 دراهم. فاش قال لي العساس كمل لي الفلوس، قال لي بلي انا نسيب احمد، وخلاه ومشى. ومن تماك طلع العماره عند الاخت ديالو بدا كيدق عليها مره اخرى، وهنا الام والاخت ديالو شافوا حتى عياو وحلوا ليه دخلوه للدار. بقى جالس شفيق مع الام ديالو حتى تعشاو مجموعين، هو والام ديالو والاخت ديالو خديجه وولدها ياسين اللي كان العمر ديالو 7 سنين. بقاو كيتعشاو على خاطرهم وغير سالاو الماكله ديالهم. بدا عليهم شفيق بالهضره وباللي خاصو الفلوس ضروري. بقى مع الام ديالو عطيني وباغي ياخذ منها بزز. كتقول ليه بلي ما عنديش دابا، لكن السيد ما مسوقش ليها وكيقول ليها ماشي شغلي، عندك غير مخبياهم عليا. وبدا كيغوت عليهم في الدار. شفيق في هذا الوقت كان مقطوع والنهار كله ما مستعملش داك العجب اللي كياكل، وزيد على هذا الشيء المرضى ديالو اللي غاديه وكتزاد. بقى كيغوت حتى تدخلت الاخت ديالو وحاولوا انهم يخرجوه من الدار قبل ما يدخل راجلها ويوليو في المشاكل كثر، ولكن والو. السيد حلف ليهم ما يخرج حتى يعطوه الفلوس. فاش شافهم مقاومينه وما بغاوش يديروا بداكشي اللي قال ليهم غادي ينفعل وغادي يمشي يجري للكوزينه. لقى واحد المقده قدامه هزها ورجع عندهم. قصد نيشان الام ديالو ونزل عليها للراس بديك المقده. حاولت الام انها تقاومه، لكن السيد جهل عليها، ضربها 3 ديال الضربات في الراس ويديها باش كانت كتكالي كلهم قسمهم. وفي هذا الوقت كان ولد اختو كيشوف فيهم صدوم وما قادرش يدوي او لا يتحرك باقي. بقى غير كيشوف حتى غادي يشدو شفيق، شنق عليه. وهنا كانت الاخت ديالو جات باش تفكهم وقال ليها يا غادي تجيبي لي الفلوس اللي عندك والذهب او لا غادي نصفيها لولدك. خديجه هنا كتبان ليها الام ديالها غارقه في داكشي الحمر ديالها، وولدها بين يدين شفيق وهز في يديه شاقور. مشات كتجري جابت ليه كلشي داكشي اللي عندها بلا ما تحس براسها. فاش شاف شفيق داكشي اللي بغى شدها نزل عليها ب2 ضربات للراس حطها كاو وبقى كيضرب فيها في الجسد ديالها كامل. من تماك نزل على ولدها الصغير ياسين بضربه وحده للراس وحطو قدام الام ديالو. فاش سالا منهم ب4 شنو غادي يدير؟ قبل غادي تقولوا لي كيفاش 4؟ ياك هما غير 3؟ 3. لكن خديجه كانت حامله في الايام الاخيره ديالها، يعني كانوا باقي لها غير شي ايام قليله وغادي تولد، ولكن قدر الله ما شاء فعل. المهم السيد فاش سالا منهم ما حبسش هنا، مشى جاب شي شراوط وشد الاخت ديالو ربطها من يديها ورجليها وجرهم واحد بواحد لواحد البيت، ستفهم فيه وغطاهم بواحد الحصيره وسد عليهم ورجع مشى دخل للدوش، غسل داك الشاقور اللي كان هاز في يديه ونقى حالته مزيان، وكذلك نقى الارضيه ديال الدار مزيان بجافيل وصاني كروا بحال الا ما وقعت حتى شي حاجه في الدار. دابا في نظركم علاش دار هادشي كله؟ هادشي كله دارو باش الا جا راجل الاخت ديالو يلقى الدار نقيه وما يشك في والو. وفعلا الخطه ديالو مشات كيف كان باغيها. جا راجل اختو اللي كان الاسم ديالو احمد مع 6 ديال الصباح، ما حل الباب دخل الدار هجم عليه شفيق من اللور
بدا كيضرب فيه بداك الشاقور حتى صفاها ليه. وبحكم ان الراجل فاش دخل بانت ليه الدار عاديه، ومولف اصلا فاش كيدخل في ديك الوقت كيلقى الدار كلهم ناعسين، وما كانش متوقع ان شفيق غادي يهجم عليه. داكشي علاش ما قاوموا ما والو. المهم فاش تاكد شفيق باللي صفاها ليه، ربطو حتى هو من يديه ورجليه وجرو حدا الجثث الاخرين. دابا اللي ما بغاش يتفهم ليا انا هو علاش ربطو وهو اصلا مصفيها ليه، وربطو هو والاخت ديالو. اما بالنسبه للام ديالو وولد اختو ما ربطهمش. عندي الصراحه التصويره ديال الواقعه لكن ما نقدرش نحطها لكم حيت راه فيها واحد البشاعه اللي ما يمكنش. المهم شفيق فاش حط راجل اختو حداهم غطاهم بديك الحصيره وسد عليهم في البيت، وبدا كيدور في الدار الا بانت ليه شي حاجه كياخدها. وفاش سالا كلشي غسل عليه وبدل حوايجو وخرج قفل البارتما بحال الا ما وقع والو ودا معاه السوارد. داز داك النهار. والنهار الثاني الاخت ديال خديجه اللي كانت عايشه في برا ديال المغرب بدات كتصوني عليها، لكن ما كاينش اللي غادي يجاوبها. صونات على الام ديالها لحقاش كانت عارفاها باللي كاينه عند الاخت ديالها، وحتى هي ما جاوبتهاش. صونات على راجل اختها احمد لكن ما كاينش اللي غادي يجاوب. فاش شافت باللي حتى شي حد ما كيجاوبها في الدار كامله دخلها الشك. شنو غادي دير هنا؟ اتصلت بالاخت ديالها الاخرى وطلبت منها تمشي للدار عند الاخت ديالها خديجه وتشوف شنو واقع، لحقاش كتصوني عليهم وما كيجاوبوهاش. الاخت الاخرى بحكم انها كانت ساكنه قريبه شويه وحاولت تتصل بهم، وفاش ما جاوبها حتى شي حد خدات تاكسي ومشات للدار عند الاخت ديالها خديجه اللي كنا قلنا عايشه في سيدي مومن. بدات كتدق في الباب ديال الدار لكن ما كاينش اللي غادي يحل ليها. بقات مده قدام الباب وشنو غادي دير؟ بدات كتدق على الجيران، سولتهم واش الاخت ديالها خرجات لشي بلاصه او لا شي حاجه بحال هكا. قالوا ليها باللي ما شافوا والو. الحاجه الوحيده اللي عارفين هما انهم سمعوا الغوات في الدار ديك الليله، اما شكون اللي دخل وشكون اللي خرج ما عارفينش. الاخت هنا غادي تمشي للبلاصه اللي كانت خدامه فيها اخت ديالها خديجه. سولتهم عليها لكن غادي يقولوا ليها باللي ما جاتش للخدمه. مشات للمدرسه ديال ياسين ولد اختها، سولات عليه وحتى هما غادي يقولوا ليها باللي ما جاش. بقات كتفكر شنو دير وشنو ما دير. مشات مباشره للدائره الامنيه الثالثه اللي كانت قريبه من الدار ديال الاخت ديالها وعطاتهم الاقوال ديالها. البوليس غير سمعوا من داكشي اللي وقع التحقوا لعين المكان في البلاصه ووصلوا تماك مع ديك السبعه ديال العشيه وبداو كيسولوا في الجيران. فاش قالوا ليهم باللي كانوا كيسمعوا الغوات ماشي عادي في الدار، قالوا ليهم البوليس واش هادي اول مره كتسمعوا فيها الغوات او لا كان دائما كيكون؟ قالوا ليهم لا، خديجه عمرنا سمعنا عندها شي حاجه، كانت انسانه الله يعمرها دار. البوليس غير سمعوا هذا الشيء مباشره خداو الاذن من وكيل الملك باش يدخلوا للدار، وفعلا خداو الاذن وجاو فرعوا الباب ودخلوا. وهنا الصدمه، غادي يبان ليهم السقف ديال الدار كله عامر بداك الشيء الاحمر، ولكن الدار كانت نقيه الا انه الريحه كانت مجهده في الدار. بداو كيقلبوا وكتبان لهم الدار كانت كلها مرونه. وفاش دخلوا للدوش غادي يلقاو واحد الشاقور كله عامر بداك الشيء الاحمر، وكذلك سطل عامر بداك الشيء الاحمر ومخلط بالماء. جات الشرطه العلميه وخداو البصمات اللي كانوا باينين في الدوش وفي الدار كلها. المهم خداو اي حاجه غادي تفيدهم في البحث ديالهم، ولدابا باقي ما لقاوش الكارثه اللي كانت في البيت. بقاو كيقلبوا في الدار مده، وفاش جاو باغيين يدخلوا للبيت الاخر غادي يلقاوه مقفول. غادي يفرعوا الباب وهنا غير حلوه غادي تضرب فيهم واحد الريحه اللي ما يمكنش انك تقاومها، وغادي تبان لهم الحصيره غير جروها. غادي يتصدموا ديال بصح، غادي يلقاو قدامهم 4 ديال الناس كلهم مشوين والريحه ديالهم بدات كتجهد بزاف. البوليس اللي كانوا تماك تصدموا لحقاش ما كانوش معولين على دوك الناس كاملين ومستفين بديك الطريقه. المهم خداوهم المستودع الاموات وبداو التحقيقات ديالهم. اول واحد جابوه بداو كيحققوا معاه هو الاب ديال شفيق، وفاش بداو كيحققوا معاه غادي يقول لهم باللي الشكوك ديالو كلها على ولدو شفيق، لحقاش كان دائما كيضرب الام ديالو وكيهددها. فاش سالاو مع التحقيقات ديالو بداو كيحققوا مع الاخت ديال شفيق اللي بلغات بديك المصيبه، وقالت لهم حتى هي نفس الحاجه باللي شفيق هو مول الفعله، لحقاش عارفه باللي هو الوحيد اللي كيمشي عند الاخت ديالو بزاف على قبل الفلوس. البوليس غادي يبداو يقلبوا على شفيق باش ياخذوا الاقوال ديالو حتى هو، بينما يخرجوا التقارير ديال البصمات ويقدروا انهم يعرفوا ديال من. بداو كيسولوا عليه في حي التيسير لكن السيد غبر ليه الاثار وما عارفينوش فين مشى. بقاو كيقلبوا عليه حتى غادي يعرفوا من شي ناس انه كيعمر في حي الفرح عند الجده ديالو، ولكن
فاش مشاو عندها ما غاديش يلقاوه، حتى غادي يجيهم واحد الاتصال من عند شي حد غادي يقول لهم ان شفيق شافوه في حي الامال اللي تابع لدرب السلطان. وفعلا غادي ينتقلوا البوليس لعين المكان وغادي يقدروا انهم يشدوه في واحد الجرده تماك. فاش بداو كيحققوا مع التحقيقات الاوليه غادي يبان لهم ان السيد شويه مفربل وماشي نورمال، بقى كيدخل ويخرج عليهم في الهضره، وكان باين انه هاد المده كلها اللي كان هربان كان عايش غير في الزنقه. المهم السيد نكر الفعله ديالو وقال لهم انه ما دار حتى شي حاجه وما شاف لا الام ديالو لا الاخت ديالو كاع. المحققين هنا شافوا باللي السيد ماشي نورمال، وبقرار من وكيل الملك غادي يعرضوه على طبيب نفسي باش يشخص الحاله ديالو، عاد يبداو التحقيق معاه. وفعلا خداو للسبيطار وكذلك خداو الاقوال ديال الطبيب اللي كان متبع معاه قبل، وغادي تبين ان السيد بصح مريض بمرض انفصال الشخصيه وخاصو يبقى تحت المراقبه في المستشفى حتى يقدر انه يتشافى شويه ويعاودوا يحققوا معاه ازيرو. وفي هذا الوقت كانوا المحققين تاكدوا ان شفيق هو اللي من وراء هذا الدار، وكاع الادله اللي تلقات في الدار كانوا كيبينوا انه هو، وكذلك العساس اللي كان في العماره والجيران شهدوا باللي انه هو اللي كان ديك الليله تماك، وباللي جراو عليه ورجع وخدا الكارو عند العساس. المهم هادشي كله قالوه، بقاو غير الاعترافات ديالو بالتفاصيل وصافي. من بعد شهر على هادشي شفيق غادي يرجع الصحه ديالو شويه وغادي يبداو يحققوا معاه من الاول، وفعلا شفيق غادي يعترف بالفعله ديالو، ولكن غادي يبني احداث اخرين وغادي يقول لهم انه غير دافع على راسه وباللي راجل اختو هو اللي جا ضربه، وهو لقى الشاقور قدامه وضربوا به، ومن بعد فاش جاي باغي يهرب تحاموا عليه وصفاها ليهم كاملين. ولكن هادشي كله كيبقى غير هضره ديالو باش يخرج راسو صافي. لحقاش فاش سولوا البوليس في البلاصه اللي خدام فيها احمد اكدوا ليهم ان السيد ما خرجش من الخدمه بكري وما غاديش يقدر يوصل للدار حتى ل 6 ديال الصباح تقريبا. واللي زاد اكد هادشي ان العساس ديال الموبل شاف احمد فاش دخل للدار مع 6 ديال الصباح. وعلى حسب التقارير ديال الطب الشرعي اكد ان خديجه والام ديالها وولدها مع 12 ديال الليل تقريبا. اما بالنسبه لاحمد ما توفى حتى للصباح. يعني داكشي كله اللي قال شفيق غير كذوب في كذوب، واخا زيرو حتى عياو باش انه يعترف بالحقيقه ما بغاش يعترف، بقى ثابت في الاقوال ديالو. المهم من بعد التحقيق المعمق معاه غادي يتحكم عليه بالمؤبد لحقاش المرض اللي كان عنده، اما في بحال هاد الحالات خاصو يتحكم بالاعدام. دابا انا اللي ما بغاش يتفهم ليا واش اللي مريض غادي يفكر بهذا الذكاء؟ كيفاش غادي يفكر انه يسيق الدار ويبدل ويتسنى راجل اختو حتى يدخل ويغفلو من اللور؟ صراحه والله ما كرهت ندخل الراس ديال شي حد بحال هذا ونعرف كيفاش كيفكر. هنا الاخوان غادي نعرفوا بلي داك شويه ديال الاهمال اللي كيهملوا الناس لولادهم اولا لشي واحد اللي مريض كيؤدي بحال هاد الكوارث. هادشي علاش ما خصناش نبقاو نهملوا اي حاجه. المهم حتى لهنا غادي نقول لكم تهلاو ليا في راسكم، وإلا جيتي حتى لهنا اجي خذ معاك هاد الدعيوه. سير الله يسهل عليك ويعطيك ما تمنيتي دنيا واخره، والله يبعد عليك اي شر ويخلي لك الناس اللي عزاز عليك. وكنتمنى انني نكون اول واحد غادي نقول لكم عواشركم مبروكه وتعيدوا تعاودوا وباش ما تمنيتوا ان شاء الله. واخا انا عارفكم بلي هذا الفيديو غادي تشوفوه قبل من العيد بشحال، ولكن ضروري غادي نتلاقاو نهار العيد ثاني ان شاء الله. المهم هادشي اللي كاين، تهلاو ليا في ريوسكم، احبكم باي.